هو السؤال غريب شوية، يعني ممكن واحدة تقول لي أعاكس جوزي إزاي؟ يعني تعاكسي جوزك يعني تمدحيه. وستات كتير مش فاهمة إن مدح الراجل مش بيكون لجماله بل لأفعاله. الرجل لا يمدح لجماله بل لأفعاله. يعني ما تروحيش تقولي له يا حلاوتك يا جمالك ايه القمر ده. هو بيفرح بالكلام ده وحلو، بس هو مش ست علشان يفرح قوي بالكلام ده، مش هو ده اللي هو مستنيه. الراجل عايز افعاله اللي تتقدر، مش شكله وجماله والكلام ده. اقدر افعاله يعني ايه؟ يعني امدح الفعل اللي هو عمله، اقدره حتى لو حاجه بسيطه، امدحها واشكره عليها قوي. لان للاسف بشوف ستات لو جوزها عمل لها حاجه كبيره قوي، جاب لها طياره خاصه، يعني اللي هو كنايه يعني ان هو جاب لها هديه غاليه قوي، تطلع فيها عيب. حلو يا حبيبي، بس ما كانش ممكن تجيب لي طياره حمراء بدل ما الطياره بيضه؟ فاهمين قصدي؟ اللي هو انت بتقفليه، يعني هو جايب لك حاجه قدريها، لا تطلع فيها عيب، فده غلط. رايحين مثلا مطلعها رحله ولا حاجه، شكرا يا حبيبي، بس الرحله حلوه بس ميه البحر مملحه قوي. حضرتك هي مش طبق سلطه مملح، وبعدين مش هو اللي حاطط الملح في ميه البحر يعني هو ماله؟ فانت فاهمين قصدي؟ فلما اعمل حاجه لمراتي انا عايزه اتقدر، عايزه اسمع شكرا، ربنا يخليك لينا، كل حاجه جميله، انت بتعمل لنا كل حاجه حلوه، احنا من غيرك ولا حاجه. الكلام ده مهم للراجل، ولو هو عامل حاجه بسيطه وانت قلتي كده هيبدا يعمل اكتر واكتر واكتر ويتحمس علشان يسمع كلام حلو اكتر. وكمان في ستات بتقع في غلطة اللي هو ايه، ما هو عارف ان انا بحبه ومقدراه يعني مش لازم اقولها. التقدير مهم يا جماعة، ولازم نقوله. هو انت لو ابنك نجح وجاب مجموع كبير، ليه بنعمل له حفلة؟ ليه نجيب له هدية؟ ما خلاص مبروك يا حبيبي وكل سنة وانت طيب وخلاص. لا، بنعمل حفلة ونجيب هدايا علشان يحس انه اتقدر، عشان يفرح بنفسه. فده حاجة مهمة جدا، ومش بس للراجل، للست كمان. عملت لي حاجة ولو بسيطة امدحها، هتبص تلاقيها بتعمل الاكتر. بس يمكن انا مأكدة على الراجل، لان التقدير ده عند الراجل حاجة مهمة جدا. الست ممكن تفرح لما تقول لها انت زي القمر، بس الراجل مش عايز الكلام ده، هو عايز افعاله تتقدر. ليه؟ علشان هيعمل لك اكتر واكتر واكتر، وتشجعيه انه يعمل اكتر.